فضيحة جزائرية أخرى. هكذا اللي ترحبوا بنا يا المغاربة. شوف بغاو يسترقوا لي سيا وينحيوه وما قدروش ينحيوه. شوف هكذا، هذا هو الاستقبال تاعكم المغاربة. ترحبوا بنا بهذه هي الأخوة اللي تقولوا خوا خوا. هذه هي مزية المخزن شدهم وريكيبيريت 100 درهم، ما على باليش الا 100 درهم. انا ما نعرفش، انا جيت هنا ندمت اللي جيت للمغرب هذه خلاص. ما كانش الرزق. فليكسي المغرب هشاشة الهياكل والمنشآت الرياضية التي تحولت إلى برك مائية في مشهد يكذب ادعاءات المخزن بحسن التحضير لملاعبه الكروية المستديرة. المغرب الأقصى يمتلك ملعب كارثي مثل ما هو عليه ملعب الرباط، والذي احتضن إحدى اللقاءات وكانت على ملعب ليصلح لأي شيء. اسمعني مليح الطلاب، انت والناس اللي كيما انت. فضيحة أعلامية في الجزائر. مراسل يثير الجدل بتوجيهات للمشجعين. انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مراسلاً من قناة الهداف الجزائرية في موقف أثار جدلاً واسعاً بين الجزائريين ومتابعي الرياضة على الإنترنت، حيث بدأ أنه يعطي تعليمات مباشرة لبعض الجماهير أثناء البث المباشر بدل نقل الصورة بشكل حيادي، وهو ما حمله البعض عنوان فضيحة صحفية أو تحريض غير مهني. بحسب ما نشر في موقع النهار ومصادر أخرى على الإنترنت، يظهر في الفيديو المراسل وهو في موقع حدث رياضي يعتقد أنه مرتبط بمباراة المنتخب الجزائري ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 المقامة في المغرب. في لقطة سجلت على ما يبدو عن طريق الخطأ بينما البث المباشر لا يزال يعمل، تم سماع المراسل وهو يهمس في أذن أحد المشجعين موجهاً إياه للتركيز على عدم توفر التذاكر فقط، وطلب عدم توجيه أي رسائل أو مطالبات أخرى في تلك اللحظة. وفق ما ورد في تقرير آخر، يظهر الفيديو المراسل وهو يحرض بعض الحاضرين على الكذب أو افتعال أزمة حول موضوع التذاكر وتنظيم المباريات، وذلك ما اعتبر تجاوزاً لمهام الصحفي المهنية. تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع المقطع. بعض المتابعين انتقدوا المراسل معتبرين أن ما فعله غير احترافي ومن شأنه التأثير على الصورة الإعلامية للجمهور والحدث نفسه، خصوصاً إذا كان في بث مباشر. آخرون رأوا أن المقطع مقتطع من سياقه، وأن توجيه المراسل قد يكون بمنتهى البساطة لحظة عابرة أو حتى خطأ غير مقصود أثناء البث. هناك أيضاً من شكك في الأحداث نفسها، معتبرين أن بعض مواقع التواصل تضخم الموقف أو تروج له بطريقة استفزازية لزيادة التفاعل، وهو نمط شائع في كثير من الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت بدون توثيق رسمي. تواجه حرية الصحافة في الجزائر انتقادات من منظمات دولية بسبب ملاحقة صحفيين وإغلاق وسائل أعلام مستقلة بتهم غالباً غير واضحة أو بسبب انتقاد الحكومة. في السنوات الماضية أيضاً تم إدانة بعض الصحفيين بعقوبات قاسية أو حتى صدرت ضدهم أحكام غيابية في قضايا مثيرة للجدل، مما يعكس توتر العلاقة بين الإعلام والسلطة في البلاد. وقد ظهر بشكل واضح أن جزءاً من التغطية الجزائرية اتجه نحو التركيز على نقاط ضعف التنظيم واستعمال لغة تفهم على أنها محاولة للضغط على المغرب خلال استضافته لهذا الحدث القاري.